السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بصوا، انا قررت خلاص اعتمد الوصفة الخطيرة دي من حلاوتها ومن سهولتها قد ايه بسيطة. مش بتحتاج وقفة كتير في المطبخ، 10 دقايق وبتكون جاهزة معانا. الوصفة دي للناس الكسلانة او الناس المستعجلة او الناس اللي ملهاش خلق ان هي تقف وقت كتير في المطبخ، خاصة في الحر اللي احنا فيه ده. بنبقى محتاجين حاجة سريعة كده وفي نفس الوقت مغذية لأولادنا. بجد مش هتبطلي تعمليها. أسرع وألذ مكرونة، وحلاوتها إنها على بعضها كده اهو في حلة واحدة، مغذية ولذيذة جدا وطعمها هايل بجد. وكمان هنعمل جنب الأكلة دي طبق سلطة مغذي جدا لأولادنا، طعمه حلو قوي على صوص كل الأولاد بتحبه. تعالوا نشوف وصفتنا مع بعض، بس كالعادة تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أو صينية كبيرة هنزل بكيس مكرونة أي نوع انتوا تحبوا تستخدموه. أنا استخدمت المكرونة الأقلام. هحط عليها جزراية مبشورة وفلفل ألوان أحمر واخضر، أي نوع موجود عندك ضيفيه متقطع لقطع صغيرة، وبصلاية كبيرة وفصين توم برضو كل ده قطع صغيرة، وهنزل كمان بطماطماية كبيرة. كل الخضار بنقطعه بالشكل ده. هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر وشوية من البابريكا المدخنة والكمون وشوية من بذور الشطة الحارة. لو مش بتحب السبايسي ممكن تستغنى عن الشطة في الخطوة دي، ومعلقة صغيرة من السكر ومكعب مرقة. وهحط عليهم برضو معلقتين كبار من معجون الطماطم المركز. هنزل عليهم بمج كبير كده من الشوربة. انا استخدمت في الوصفة دي شوربة فراخ او مرقة فراخ، لو هي موجودة عندك ضيفيها. انا حبيت اضيفها علشان اعزز الطعم بتاع المكرونة. حطيت كده 2 من المج وابتديت اقلب المكرونة علشان ادمج الخضار مع المكرونة حلو. في الاخر خالص زودتها كمان مج من الشوربة، يعني انا حطيت على كيس المكرونة 3 مجات من شوربة الفراخ. ممكن تستغنى عن الشوربة لو مش موجودة عندك وتضيفي مية. بعد كده بنغطيها وبنسيبها على النار لحد ما المكرونة تغلي وتبقبق معانا بالشكل ده. اول ما المكرونة تبقبق بنهدي عليها النار، بنخليها كده زي الشعرة وبنسيبها هي 10 دقايق. المكرونة بتتشرب المية بتاعتها وبتسوي الخضار اللي فيها وبتكون جاهزة معانا. هنقدم بقى طبق سلطة لذيذ جدا جنب الأكلة دي. جبت كده طبق ونزلت بورق من الخس مقطعاه قطع خشنة ماهوش ناعم، ونزلت كمان بطماطماية مقطعاها مكعبات كبيرة، وكمان هنزل عليهم بخيارتين. التقطيع بتاع الخضار بيكون كبير مش ناعم زي ما انتوا شايفين كده. نزلت عليهم كمان بشرحتين من الرومي المدخن وشرحتين من الجبنة الجودة اللي هي بتاعة التوست. قطعتها مربعات وابتديت افردها على وش الطبق بالشكل ده. سلقت برضو بيضتين وقسمت البيضة على 4 وزينت بيها الطبق. هنجيب بقى معلقتين مايونيز وعليهم معلقتين كاتشب، هنقلبهم مع بعض ونوزع الصوص الجميل ده على وش الطبق كده. وبكده يكون جاهز معانا ألذ وأطعم طبق سلطة صيف على الطريقة اليونانية. الطبق دون مفيد جدا ومغذي، كله كده قيمة غذائية في البروتين وفي الألياف. قدموه جنب الأكلة دي وبكده يكون انتوا عملتم أكلة غذائية كاملة، مش محتاجين حاجة جنبها. شايفين بقى الجمال ده؟ المكرونة ما شاء الله اتشربت الصوص اللي فيها. الخضار كمان استوى 10 دقايق بالظبط، وكانت المكرونة جاهزة زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله مفلفلة مش ماسكة ببعضها ومش معجنة. عايزة اقول لكم بقى ان طعمها وريحتها فوق الوصف، بجد رهيبة جدا. وما خدتش معايا وقت، لا وقفنا ولا ثبتنا ولا تعبنا نفسنا
عجبت الأولاد جدا جدا، جربوها بجد بتنفع في الزنقات. لو انت راجعة من الشغل مستعجلة او عاوزة تعملي كده عشاء سريع وغدا سريع ما تقفيش وقت كتير، يبقى لازم المكرونة اللي بتتعمل في 10 دقايق دي. وزي ما قلت لكم ان حلاوتها ان هي كلها كده هو على بعضها بتتعمل في حلة واحدة، مش بتاخد وقت ولا بتاخد مواعين ولا مجهود مننا. نعملها على الغدا ونعملها على العشاء، حلوة جدا وبسيطة جدا بمكونات كلها موجودة عندنا في البيت. اعملوا مكرونة ال10 دقايق وجنبها طبق سلطة صيف على الطريقة اليونانية. الطبق ده مغذي جدا ومشبع للأولاد وطعمه لذيذ جدا. عاوزة اقول لكم ان الطبق ده بيتطلب عندنا في المطعم كوجبة غذائية لوحدها، يعني مش بيتطلب معاه حاجة، بيطلبوه على الغدا وبيطلبوه على العشاء، لان فعلا طعمه حلو قوي مشبع جدا. وجربوه بجد، قولولي رأيكم ايه في الكومنتات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. دمتم بخير.